السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة كاف حمام للطبخ. كنعتذر على الغياب الطويل، وكنتمنى هذا الفيديو يلقى الإعجاب ديالكم. الوصفة ديال هذا الفيديو إن شاء الله هي الباستيشيو، أكلة اللي لقات إقبال كبير في الآونة الأخيرة، واللي لذيذة ما كتحتاجش مكونات كثيرة، ويمكننا نحضروها في الشهر المبارك إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. كمرحله اولى غنحضروا البطاطس المقليه الفريت العاديه ديالنا. دونك نحتاجوا واحد العدد ديال واحد الكميه ديال البطاطس على حسب عدد الافراد. كنقطعوها بالطريقه التقليديه ونقليوها في الحمام ديال الزيت. من بعد غندوزو للتحضير ديال الحشوه اللي كتكون بالدجاج. بالنسبه للحشوه غنحتاج بصله كبيره مشلضه، بصله كبيره على حسب العدد ديال البطاطس. انا هنا درت 5 ديال الحبات ديال البطاطس، دونك درت ليهم حبه كبيره ديال البصله مشلضه. غادي نشحرها مع 2 معالق ديال الزبده. كنضيف لهم شويه ديال الملح حسب الذوق والابزار. كميه ديال الدجاج مقطع طريفات واللي كنكونوا ديجا من قبل فايتنا وشرمناه بشويه الترموله العاديه، شويه القزبور، معدنوس، الخرقوم، شويه ديال الثومه محكوكه ومليحه. من بعد ما كيطيب الدجاج كنزيدوا له الكريمه ديال الطبخ، واللي يمكننا نعوضوها بلا صوص بيشاميل. هكا كتكون الحشوه ديالنا وجدات. كناخذوا اناء كنديروا فيه الفريت، كنضيفوا عليه الحشوه وكنضيفوا واحد الكميه قليله ديال مقدار ديال 2 معالق كبار او معلقه كبيره عامره مزيان ديال الفرماج الاحمر، واللي كيبقى اختياري في هذه المرحله هذه. كنديروه في لاطه، كنزيدوا عليه شويه ديال الفرماج احمر من الفوق، كندخلوه للفرن بما داب هذاك الفرماج وكنقدموه كيجي على الشكل التالي. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها لانها كتستاهل التجربه. هي وصفه لذيذه ويمكننا نستعنوا بها في رمضان في الوجه كوجبه العشاء بالنسبه للناس اللي كيكون الفطور ديالهم خفيف، ورمضان ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وشكرا.